السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي في كل مكان، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. بشكر كل حد بيدخل لي وبيدعم لي وبيحط لي لايك، ويا رب يكون الفيديوهات بتعجبكم كده وبتنال رضاكم. النهارده كل سنة وانتم طيبين عاشوراء. كل سنة وانتم طيبين يا رب. طبعا معظمنا صايمين، فقلنا نعمل بقى كده ايه، حاجة أصيلة من اللي هي بتاعت زمان بقى، جدتي وأمي وكده. هنعمل النهاردة صينية البطاطس الأصيلة المتينة الجامدة جدا. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، ليها أكتر من طريقة. يعني أنا النهاردة حابة أعملها ني في ني، ليها أكتر من طريقة. احنا هنعملها النهاردة بالطريقة المعتادة. نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي هنا وراك، ممكن تستعملي فرخه كامله، ممكن تستعملي دبابيس اللي تفضليه. عندي هنا بصلتين 3 كده حلوين مقطعاهم جوليان. عندي قرنين فلفل رومي وممكن يبقوا حامي. عندي صلصه اللي احنا مسبكينها اهي كده عشان تبقى المقادير مظبوطه اهي اتظبط بقى. عندي صلصه، وطبعا عندي كميه من البطاطس اهي مغسوله ومخرطاها عادي بالطريقه العاديه. عندي معلقه توم. البهارات بتاعتي بقى عندي ملح فلفل اسود، البهارات اللي احنا عاملينها. معلقه بابريكا مزوده لها الطعم، وكمون وكزبره، ربع معلقه من كل حاجه. تمام كده. طريقه سهله وبسيطه، ويعني مش هتاخد مننا وقت. واحنا واقفين كده هندخلها الفرن، جنبها كده طاجن رز معمر حلو، شويه بتنجان، شويه ملوخيه، وتبقى الفطار بتاعنا جاهز بقى زي الفل. نسمي الله ونشوف هنبتدي بايه. بسم الله. انا نسيت اقول ان انا معايا حوالي مج كبير كده من شوربه الفراخ او اللحمه، بس بما ان هنعملها بالفراخ يعني اساسا شوربه فراخ. لو ما عندكيش حطي مكعب مرقه. هنزل عندي هنا بالبصل والفلفل، حبه حامي حطي، حبه الوان حطي، اكل اذواق مفيهوش صح وغلط. البهارات بتاعتي كلها بسم الله، والثوم عايزه كده ايه حوالي ايه 5-6 فصوص كده حلوين جمال. وقبل ما انسى هحط كمان، انا مش هحط سمنه ولا حاجه، انا عايزاها تبقى ايه عادي، بس انا هحط كده معلقتين زيت عشان خاطر ايه الفراخ بتدوها لمعه كده وتبقى حلوه. بسم الله. هدعك بقى ده كله كده. عايزه البصل كده يطلع ميته والحاجه كلها تطلع ريحتها. ممكن تحطي كمان طماطم قطع، استني كده عشان بس تبقى الموضوع باين اهو كده. ممكن تحطي كمان طماطم قطع، اللي تفضليه بقى حطيه. والاكل قلنا مفيهوش صح وغلط. قبل ما تنسي بس متنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. خلاص كده معاكنا البصل حلو قوي وشربناه من بعضه. هجيب بقى عندي بسم الله، هجيب عندي الفراخ كده. انا بصوا مشرخاها كده فتحات كده في الكتف زي ما انتم شايفين كده، عشان ادخل فيها التتبيله دي كده. عشان كده حبايبي اتبل كده الفرخه واحط كده فيها بصل من تحت كده عشان تبقى مطعمه وزي الفل كده. ومن هنا برضو نفس النظام كده. طبعا الكميه دي حاجه بترجع لك. احطها كده في طبق على جنب، انزل باللي بعده. طبعا الفراخ بتاعتي مغسوله ومنقوعه في ليمون وخل وجنزبيل، المنقوع العادي. كل واحده ليها خلطتها المفضله اللي بتحب تنقع فيها اللحوم عامه، الفراخ، الحمام، البط، الكلام ده كده. ننزل كده من عليها البصل عشان لسه احنا كمان هنعمل لها دهان من فوق كده عشان يبقى وشها احمر وجميل كده. الفراخ متنضفه وزي الفل. بصوا حبايبي انا فصلت عقبال ما اكمل دي كده. اخر ورك معايا. ممكن بقى تحطيها في التتبيله ديت وتسيبيه 2-3 كده يشربوا من التتبيله. طبعا احنا ما عندناش الوقت ده، فهعمل ايه، هنزل بقى بالبطاطس بتاعتي بعد ما خلصت ما تبلت الفراخ بتاعتي كده. انزل بكميه البطاطس بتاعتي. ممكن
تحطي خضار تاني، بس احنا بنعمل صينيه بطاطس اصيله يا جماعه. هدعك برضو البطاطس بتاعتي حلو مع البهارات والفلفل والثوم. بص ريحتها اصلا من قبل ما تدخل ريحتها حلوه قوي. خلاص كده هوزع كله كده زي الفل. هنزل عندي بقى بالصلصه. عايزه تحطي صلصه، عايزه تحطي طماطم مكعبات، عايزه تحطي صلصه علب، اللي تفضلي كده عشان واضحه. خلاص كده زي الفل. خلاص كده شويه بصل هنا، كده زي الفل. هنزل بقى بصلصه الطماطم اللي ما بستغناش عنها. بصوا لسه متجمده. بسم الله. برضو كده ايه نديها تقليبه. طبعا هي فيها الملح بقى والبهارات وكله على بعضه. طبعا الايد يا جماعه بتتحكم فيها احسن من اي حاجه. كده دي هتفك اهي. طيب دي عشان تستوي بقى نحط لها شويه كمان الشوربه اللي قلنا عليها، وممكن تكون ميه وممكن تكون بسم الله كده زي الفل. عشان هي ايه سخنه مش قادره بصراحه امسكها، فهقلب كده كله مع بعضه. بصوا شكلها ما شاء الله تبارك الرحمن، شكلها تحفه. كده زي الفل. نجيب منديل نمسح كده الجوانب بتاعتي ونظبطها. بسم الله. بصوا حبايبي خلاص كده نقول بسم الله بقى ونرص الوراك بتاعتنا كده على الوش كده. بسم الله. زي ما قلت لك ممكن فرخه كامله، ممكن دبابيس، الحاجه اللي ايه تفضلي. انا عندي بيحبوا الوراك فبصراحه بجيب اللي بياكلوه كده. بتوابلها ببهاراتها بكل حاجه كده فيها. نقول بقى بسم الله. عندي هنا معلقه صلصه اللي هي البطرمانات العاديه، تمام. حط عليها بس معلقه زيت، ولا حاطه توابل ولا ملح ولا اي حاجه. دي هلمع بيها وش الفرخه بتاعتي عشان لما ايه تتحمر كده في الفرن تدي اللون الكهرمان بتاعها كده وتبقى ايه تحفه جدا. بسم الله. طبعا هي عليها البهارات ومسكت فيها، يستحسن الفراخ تكون ناشفه عشان لما تحطي عليها البهارات بالبصل تمسك فيها على طول ما تاخدش معاكي وقت. بس خلاص احلى فطار في الدنيا تعمليه وانتي واقفه، ما يكلفكيش قوي وما ياخدش وقت وطعمه تحفه. دي بقى هعمل فيها ايه؟ هحطها الاول على عين البوتاجاز حوالي 10 دقايق كده، ربع ساعه بالكتير، وهي مكشوفه تغلي كده وتبقبق مع بعضها. وبعد كده هدخلها الفرن، بس هغطيها بورق فويل لما ادخلها الفرن اول 10 دقايق كده ربع ساعه عشان خاطر اتاكد من سوى الفراخ. تمام كده. هدخلها بقى الفرن واول ما تطلع اوريكم شكلها التحفه بعد ما يطلع. قبل ما تمشي متنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. بحبكم في الله. بصوا حبايبي خلاص كده انا خلصت صينيه البطاطس بتاعتي بالفراخ. بصوا شكلها ما شاء الله تحفه ازاي واستوت. بصوا البطاطس فيها حاجه كده تحفه دايبه خالص، والفراخ استوت طبعا 100%. الفتحات بتاعتها اهي بسم الله، بس سخنه بس عامله ازاي، قلبها ابيض ومتبل وزي الفل. حاجه كده سهله وبسيطه وما خدتش مننا وقت، يعني ايه تقومي تعمليها كده على طول. اتمنى بقى تكون الوصفه عجبتكم ونالت رضاكم. اتمنى منكم دعم وشير وسبسكرايب للقناه وكومنت حلو كده يشجعني. متنسوش اللايكات الكتير، واقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عاشوراء. وسيبكم بقى عشان نروح نفطر، وكل سنه وانتم بالف خير يا رب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.